الحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. جيتكم فيديو جديد في القناه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك، فضلا وليس امرا. ولاول مره في القناه ديالي غادي نبارطاجي معكم لي نيم بالكفته والخضره. صراحه كيجيو رائعين البنات، كنتمنى تجربوهم وما تبخلوش علينا بدي كومونتير زوينين تشجيعا. وهذا ما كان، خليوكم مع الوصفه ديالي. المهم البنات، هنا عندي واحد البول فين غادي نجمع كل شيء. هذه باش غادي نخلط. بالنسبه للخضره اللي استعملت، عندي واحد الفلفله صفراء، فلفله حمراء، واحد الفلفله خضراء، جوج خيزويات، جوج كورجيطات، وواحد البصله. بالنسبه للورقه البنات، انا خديت هنايا نص كيلو حيت العدد قليل في الدار، غادي نخدم غير نص كيلو تما. وعندي هنا الكفته وعندي الزيتون. بالنسبه لهاد الصوص هذه راه زوينه ثقيله، هي اللي تخدموا بها. وعندي زيت العود وعندي الشعريه الصينيه. وهذه الحكاكه فين غادي نجر الخضرات ديالي. الناس كيف كتشوفوا معايا. المهم انا هنا قطعت، عندي هنايا فلفله حمراء وفلفله خضراء، عندي هنايا خيزو مفروم، هنا رديت الشعريه درتها في الماء، عندي كورجيت محكوك، وعندي فلفله هي قطعتها. المهم نبداو على بركه الله. عندي بصله مفرومه. فهاد المقله البنات غادي غندير زيت العود، وغادي ندير معاه غندير بصيله تشحر، وغندير كفيته. المهم فهاد المقله البنات درت البصله ديالي مع شويه زيت العود، ضفت عليه شويه الملحه مع شويه البزار صافي. وغنبقى نخلط هذيك البصله ديالي حتى تعسل ليا، خاصها تجيني معسله. المهم البنات كيف كتشوفوا ملي كطيح عليكم كطيح هاد البصيله بحال هكا، غادي نضيف ليها هذا، نضيف ليها الكفته صافي. ونبقى نعسها بحال هكا بحال هكا شويه صافي، نخليها تطيب. المهم البنات كنبقاو نمعكوها بحال هكا بهاد الطريقه هذه باش كطيب لينا الكفته ديالنا، كيدخل مع داك الخيال. البنات كي كتشوفوا بالنسبه للبصيله ديالي مع هذا مع الكفته، ها هي كيف طابت طيبتها. دابا غادي ندوزو نحضروا الشيء الاخر، خليكم معايا. كي كتشوفوا درت تما زيت العود، غادي نضيف عليه الفلافل ديالنا. في هذه الاثناء البنات كيف شفتوا درت هنايا بصيله حطيتها. دابا درت الفلفله، درت عليها شويه الملحه، شويه البزار، غادي نضيفو فلفل اصفر. المهم البنات من بعد ما طابت ليا ديك الفلفله، غادي نضيف كورجيت ديالي، غادي نضيف الخيزو اللي كنت ديجا حكيتهم صافي، ونبقى نخلطهم حتى يطيحوا ليا تما بحال الفلفله، خاصهم يجيوني طايبين. المهم البنات هنايا درت هاد الشعريه الصينيه، ولكن قبل غادي ندير هاد الصلصه هادي ديال الصوجه. شوف هادي زوينه، غادي ندير غير الكياس
ايوا البنات كي كتشوفوا دابا هانتوما الحشوه ديالي تبارك الله معيلكه وزوينه. هانتوما شوفوا تعليكه والمذاق يا سلام يا ليلي يا عيني. المهم البنات هذه هي الورقه ديالي باش غادي نخدم، فخليوكم معايا. البنات كتشوفوا حتى الحشوه ديالي هكا صافي غادي نديرو ليها صافي. من بعد ما جمعتها كنجمع هذا هكا البنات. هانتوما شوف هكا صافي نطوي البريوه ديالي هكا 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 صافي. انا ما كنسد بوالو، كنخليهم بحال هكا. ملي كيدخلوا في الراره كيطيبوا صافي، كيتسدوا ما كيتحلوا ما حتى شي حاجه. نزيدوا هاد الورقه الاخرى ورقه خاصهاش تكون كتلصق البنات ولا كتقطع باش تقدروا تخدموا بها وانتم مرتاحين. صافي البنات. المهم غنحط الحشوه ديالي عاوتاني، نحط هنا هكذا صافي. نجمع هادي ومن بعد نسد هادي نطوي هادي كومسا صافي ونسد. ملي تحلوا ليك ما والو اختي. كما شفتوا انا وجدت الطبيصيل ديالي. هانتوما انا درت هنا غير نص كيلو بصراحه جاو غزالين. هانتوما شوف شلون كي لاصقين، ما تحتاجي كاع تشديهم بشي حاجه ولا دودين كلشي على الورقه. المهم دابا انا غادي ندخلهم للفران يطيبوا، ديك الساعه نتلاقى معكم. المهم البنات العنب ديالي دابا راه واجدين، حطيتهم في اللاطه، درت لهم هذا الورق هذا ما كيلصقش. دابا غادي نبدا ندهنهم عفوا بالزيت صافي ونخشيهم في الفران. المهم البنات هنا خشيتهم في الفران، كيشتو شعلت عليهم الفوق والتحت صافي، ودرجه الحراره على 180 صافي ونخليهم يطيب. ايوا البنات هادو هما لينيم ديالي، انا ما كنحمرهمش بزاف، كيعجبوني يكونوا بين وبين. صراحه جاو غزالين، كنتمنى انكم تجربوهم وتكتبوا لي في التعاليق كيفاش صدقوا معكم وبالصحه والراحه، وخاصه الناس المبتدئه.